خمس حاجات ندمت ان انا اشتريتهم، وانت كمان ممكن تكون ندمت زيي، ولو انت اشتريت اي واحده منهم قول لي برضه في الكومنتات ندمت ولا لا. رقم خمسة، الايفون. عايز اقول لك الايفون مش احسن حاجه خالص خالص. انا لما نزلت واتصورت بالايفون حلو جدا الصبح، انا معاك جدا، بس بالليل في 60,000 ده. بس لو دخلنا بقى على السامسونج وفئه الاس بالذات، صبح ليل قاعد في الحمام، قاعد في غلط افراح، قاعد في اي اضاءه، من الاخر. فبصراحه ده كان اكتر حاجه انا ندمت عليها. بنسبه كبيره هرجع تاني للسامسونج، وبالذات فئه الاسات والاسات العاليه كمان. رقم أربعة هو اشتراك الجيم لمده سنه. ان انت بتدفع سنه، انت كده فاكر ان انت كده وفرت، انت كده بقى الولا الحدق اللي مفيش منه. بس عايز اقول لك ان انت في السنه دي انت مثلا بفترض بتروح 4 ايام في الاسبوع، 5 ايام في الاسبوع، فانت مضحوك عليك. يعني انت لو في بس يومين في الاسبوع ولا 3 ايام ما بتروحهمش، ونفترض طبعا ان انت حد منتظم، يعني تخيل انت من السنه دي كلها انت في 3 4 شهور هم واخدينهم في جيبهم وفاهمينك كده ان ده عرض. يعني رقم 3، ودي اكتر حاجه انا ندمت عليها، ان انا اشتركت في شات جي بي تي المدفوع. هقول لك، النسخة المدفوعة هي كويسة، بتديك صور أكتر وكل حاجة، بس بالنسبة للأسئلة عادي جدا، زي المجاني. فأنا كنت فاكر بقى إن هو هيساعدني ويكسر الدنيا وبتاع، بس بصراحة كلود بالنسبة له أحسن بكتير مليون مرة. رقم ثلاثة، إن أنا لما جيت سافرت دبي افتكرت إن أنا هتبسط أوي في الفسح هناك. ده أكتر قرار أنا ندمت عليه. إن أنت فاكر لو أنت رايح دبي فهتتبسط في الفسح، أقول لك لا، أنت هتتبسط في اللايف ستايل اللي هناك. يعني اول ما تنزل المطار، شكل الناس، محطه المترو، الفايبس هناك هي اللي حلوه مش الفسح. فاكتر حاجه ندمت عليها ان انا كنت فاكر ان انا مصرف فلوس كتير هناك هتبسط اكتر، بس اكتشفت لا، ان انت بتتعلق بالمكان عشان الفايبس اللي هم عاملينها هناك. حاجه ندمت عليها رقم اتنين، ان انا صيفت في مطروح. مطروح مش احسن حاجه خالص، وما بقتش احسن حاجه. هي احلى حاجه فيها الميه، احلى ميه في مصر كلها، بس هناك الكوميونتي صعبه جدا. فانا لو هنزل العلمين او هنزل مطروح، فالعلمين بالنسبه لي احسن. حتى لو الميه بتاعتها مش زي مطروح، لا مطروح ميه وكوميونتي مش حلو، لكن العلمين ميه متوسطه وكوميونتي زي الفل. فانا بالنسبه لي اقعد في نظافه ومع ميه نظيفه احسن بكتير من ان انا اقعد في ميه جامده قوي والناس اللي جنبي بيضربوا بعض. رقم واحد بقى، وده الاهم، ان انا قسطت مع اي شركه. شركات التقسيط دي يا جماعه كلها حرام، هم فاهمينك بقى ان مفيش فايد والكلام ده كلها حرام. انا بقول لك كلها حرام، عشان ما حدش يطلع بقى، ومش هقول اسماء معينه عشان ما حدش بقى يعمل قضيه ويعمل عليها حوار. كلها حرام. ياخد منك الموبايل ب 1000 يقول لك ب 5000، الا في شركات معينه يقول لك والله يا عم الموبايل ده ب 1000، انا هدولك من الاول ب 5000. هبقول لك اغلى من بره، عاجبك مش عاجبك خلاص، بس ادولك ب 1000 واقعد ازود 100 في 200. ربا، ما تفكر ربا. ودي اكتر حاجه انا ندمت عليها. فمن الاخر انت ما تقسطش غير حاجتين في حياتك: شقتك لو انت هتتكرش بره انت وعيالك، ورقم اتنين لو انت لا قدر الله عندك مرض وهتعمل عمليه. غير كده كل ده حرام. قول لي بقى في الكومنتات ندمت على انهي واحده فيهم، وكلهم يستاهلوا ولا لا. لو عجبك المحتوى تعملوا متابعه.